الشخص لقبك بالسارح، وهذاك الشخص لا تيس. الو من عند وي سي حليم، عاود الجمله، راه ما سمعناكش لانه تقطع. قلت لك هذاك السيد لقبك بالسارح، وهذه الكلمه هذه تعني راعي الغنم. وقريش ملي كانت كتبغي تعاير الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تدعوه براعي الغنم. اذا هذا السيد ملي جاي اديك بهذا اللقب هو عطاك ارفع لقب وارفع وسام لارفع رجل في الدنيا اسمه مكتوب على العرش اللي هو راعي الغنم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اذا هاد الناس هادو ما عندهمش اصلا معرفه بالاسلام، من جهه اللقب اللي عطاك ومن جهه ديال انه في واحد التسريب الاول سمعتك كتقول له ساستأمنك على سر، هو عطاك الامان. احنا كنعرفوا بان في الاسلام اذا استأمنك شخص على شيء يجب ان تأتمنه، وكان لئيما بدرجه تدل على ان ما يدعيه من الاسلام لا اساس له، لا من الصحه ولا من العقيده ولا من الجرأة التي يتحدث بها. اذا ادعوه انه يتخلص من الخطاب الديني ويخرج لنا نيشان. الخطاب الديني ما يعطيكش مصداقيه. هذا الكلام علاش كنقولوا؟ ماشي دفاعا على تحفه، دفاعا على الوطن. لماذا؟ لان الوطن ديالي العزيز هذا المغرب الحبيب دوز مراحل عده، 12 قرن. هذا الوطن هذا مؤخرا في الستينات والسبعينات لقى معارضه. المعارضه اللي كانت معارضه لاناس مثقفون ثقافه كبيره جدا، مهدي بن بركه، ليازغي، ليوسفي، الفقيه البصري وغيرهم كثير، حتى من الفنانين بحال الاخ انا نذكر الاسم ديالو، الاخ سعيد المغربي. حتى هاد الناس هادو ما عمرهم تجرؤوا انهم يتكلموا بكلام ديال قله الادب على الرموز الوطنيه، بل ناقشوا الافكار. والناس اللي كتناقش الافكار هي اناس مثقفه، والناس اللي كتنابز بالالقاب وكتضرب في المقدسات انا غادي نعطيهم الجواب. كون كان عندكم فكر، كون كان عندكم مقارعه افكار ونقاش كبير حقيقي تقدروا انكم تناقشوا به الدوله المغربيه كنتوا غتناقشوها. اذا نتوما ما قاريينش، ما عندكمش مستوى ثقافي، ما عندكمش ادراك معرفي، ما عندكمش اصلا غايه مشروعه في مناقشه المسؤولين المغاربه. اذا وليتوا كتنهزوا المقدسات ديالنا. غايتكم من ضرب مقدساتنا واهانه ملك بلادنا واهانه مقدساتنا ان ننتبه لكم نحن المغاربه، لانكم تعلمون جدا بانه ملي كيجي شي واحد كيهين ليك الملك ديال بلادك تنتبهوا اليه. حنا غنقول لكم بان الملك ديالنا نقدسه دستوريا ونحبه اكثر من القداسه. اذا نحن لا نلتفت اليكم لانكم لا تحملون فكرا، لا تحملون شواهد عليا، لا تحملون نقاشا رفيع المستوى، لا تستحقون منا اي اعتبار. وفعلا درت واحد المحاوله، لان من يمشى الاخ المؤمني، وانا دائما سادعوهم بالاخوه ودائما سادعوهم بالمغاربه، لانه دائما العاق له باب التوبه. من جا الاخ المؤمني علاش جا لكندا؟ جا لانه حس بداك الوحده اللي كان كيعيشها بعيد عن المغاربه، وجا باش يحاول يلقى اكبر عدد من المغاربه باش يشم ديك العبق وداك الريح الطيبه ديال المغاربه حينما يجتمعون، لانه كيحس بالوحده. ملي جا تما اغتنم الفرصه وحاول يتدابز مع المغاربه ويعطي لنفسه واحد القيمه. انا كنقول له اخي، العاق بمفهوم العقوق، عندنا المفهوم الديني وعندنا المفهوم الوضعي. المفهوم الديني العقوق ديال الوالدين، وكاين عقوق الامه. انسان ملي كيكون عاق الامه هو اقصى من ان يكون عاقا لوالديه، لان والديه كيدخلوا جزءا من هذه الامه. انسان ملي كيتغرب على بلاده وكيكره بلاده وكيعاير بلاده
وكيعاير ملكه وكيعاير ثوابته وكيعاير المسائل ديالو، صافي كيسالي كيدخل للدار ديالو ينزوي في ركن ويحس باحساس. الاخت اس او اس راها مختصه في الطب النفسي، تقدر تحلل لنا كيف يحس من نبذ او نبذ نفسه من مجتمعه، من هو عاق والديه. اذا هاد الناس هادو كيحسوا بواحد العقوق. وانا استسمح وانا كنقول هذا الكلام هذا لان دوك الناس ضاق بهم الامر ذراعا واشتاقوا للمغاربه. اشتياقهم للمغاربه من خلال العراك مع تحفه، لان عارفين تحفه بانه كيتصنتوا له المغاربه ويريدون ان ينضموا للمغاربه ليحسوا بدفء الوطن. نحن نقول لكم تحفه وقناه تحفه شو ستغلق ان شاء الله، ان وافق اخي تحفه ستغلق عليكم باب اللقاء مع المغاربه، وستظلون بعيدون منبوذون عاقون. والكلام اللي غادي نقول لهاد الناس هادو بان هذا كلام ماشي كنلعبوه. هاد البلاد هادي قطعت اشواطا. شتي الاخ تحفه النقاش ديالو والجرأه ديالو كيسمعوها المسؤولين ويقبلونها، لانهم عارفين بان هذا هو الحوار اللي كيكون في المقاهي وفي اليوميات المغاربه. نحن المغاربه نتكلم في يومياتنا وفي مقاهينا وفي جلساتنا الخاصه بما يقوله تحفه. والمسؤولون المغاربه هم اذكياء، هم مؤسسات، ناس مخرجوا معاهد عليا. كيقول لك اودي باش نعرف نبض المجتمع يجب ان انصت الى شخص يحب الوطن وينتقده، هو مثل الاخ تحفه واخرون. اذا خصنا شخص ينتقد الوطن بحده، وخصنا نشوفوا تفاعلات. خصكم تعرفوا بان المؤسسات المغربيه هي مؤسسات اقوى تنظيما من المؤسسات الاوروبيه، هي تساعد المؤسسات الاوروبيه، هي تشاهد تعليقات المغاربه وكتشوف ماذا يريد المغاربه وماذا يحب المغاربه. انا كنقول لكم بان الامر ماشي بسيط جدا لدرجه ننتبهوا لواحد الاشخاص اللي قرروا انهم يغادروا ارض الوطن. قد تكون لهم مطالب مشروعه، انا لا اعارضهم في مطالبهم، ولكن ان تسب ملكي وان تسب وطني وان تسبنا نحن المغاربه وان تنتقل الى شكر المغاربه حينما يكون لك خلاف مع تحفه وتولي عاد تقول الشعب المغربي وتبقى تمدحنا. نحن نقول لك بان من يسب ملكنا هو عدو لنا. لا داعي لان تذكرنا باخوتي، نحن لسنا اخوتك، نحن ابناء محمد السادس. من يسب ابانا فليس اخا لنا. اذا انتقي خطابك وحوارك. وساقول فيما يخص التسريبات وفيما يخص التسجيلات بان اوقح شخص هو الذي يقوم بالنميمه الالكترونيه. ان تسجل شخصا كان يتحدث معك وهو لا يظن انك تسجله. هذه الطريقه هذه خالفت فيها معايير الانسانيه، خالفت فيها معايير الاسلام، وكان بامكانك ان تهاجم تحفه وان تقارعه بالحجه والدليل وبالنقاش وبمقارعه الافكار، ماشي باش نجيب لك واحد التسريب. التسريبات نحن نقول في هواتفنا الخاصه مع اصحابنا اكثر مما يقوله تحفه. نحن نقول في حالات غضب اشياء في وطننا وفي كل شيء اقوى مما يقوله تحفه في حاله غضب، ولكن الحب ابدي، الحب راسخ، الحب يظهر على العيان ويظهر في نور الوجه. انا كنقول لك اخي حاجب ولا اخي المؤمنين وستظلون اخوتي، محاوله الضغط على الدوله المغربيه لم ينجح فيها حتى عتاد المعارضين الحقيقيين الذين كانوا يؤلفون كتبا ومراجع لا زالت تدرس في اليابان. أنتم لا مراجع لكم، لا إيديولوجيا لكم، لا أفكار لكم، أنتم تمارسون دور الضحية. ولو شاء المغاربة كلهم أن يمارسوا دور الضحية لأشبهناكم. نحن نقول بأن هذه البلد هي أمنا تقسو علينا حينا
ولكن لا ننسى أنها أرضعتنا، لا ننسى أننا ولدنا في هذا البلد، لا ننسى أننا قرينا في المدارس العمومية، لا ننسى كاين تجاوزات، كاين اختلافات، كاين فساد، كاين كل ما يتصوره أخي حاجب وما يتصوره أخي الأمومني. ولكن كنقول لكم بأن الإصلاح لا يكون بسب الدولة، لأن حينما تسب دولتك أنت تسب أمك، ومن يسب أمه يعتبر في نظر الناس معتوها. لا نسب الأم، ولكن نحاول أن نرضيها بالفعل وبالقول وبالإصلاح، كما يقوم مجموعة من الأشخاص، ماشي غير تحفة بوحده، كاينين مجموعة ديال الأشخاص اللي هما في مستوى عالي وعالي جدا. لن أطيل عليكم أخي تحفة، وأقول للمشاهدين بأنني في أول لقاء مع أخي تحفة وفي مكالماتي الخاصة معه دائما أقول له: من يشكك في وطنيتك أخي تحفة يشكك في وطنيتي أنا أيضا، لأنني أعلم كيف تنتقل البلدان إلى التطور بالنقد البناء، بمواجهة الأمور. والمسؤولين الحمد لله الآن في المغرب يقومون بحملة ديال التطهير وديال الإصلاح. وأقول لمن يريد للمغرب أن يصبح دولة متقدمة في 24 ساعة بأن المسؤولين والمؤسسات تشتغل بطريقة غير طريقتنا نحن المتسرعون، وإن شاء الله ستكون الأمور بخير. وارجعوا إلى تاريخ أوروبا وتاريخ فرنسا وستعرفون المعاناة. فرنسا المعاناة والمجاعة والقتل باش وصلت للثورة الفرنسية. احنا الحمد لله ما نوصلوش لذاك الشيء، وسنصل إن شاء الله بحبنا للملك وبصبرنا على مجموعة الأمور اللي كنشوفوها ماشي هذيك، ولكن تصلح في حينها وفي إبانها. اللي كيحب الوالدة ديالو ما كيقطعش معها العلاقة، اللي كيحب الوالدة ديالو كيحاول يقلب على شي وقيد زوين ويمشي يتكى ليها على فخذها ويعاود ليها. والأم تعطي بشكل لا يتوقعه الابن. وشكرا لكم. شكرا سيدي حليم، لا فض فوك وفيت وكفيت. وشكرا جزيلا سيدي حليم، بارك الله فيك. وشكرا كذلك لكازاوية إن لندن، وجهة نظر رشدي حاجبيلا ونانا بيتر سميث صحيبنا خونا هذاك. عاوتاني نشكرو كازاوية إن لندن، نشكرو ميمي الآن. شكرا على حسن كرمكم. ناخذ مكالمة أخرى. ألو، مساء الخير. ألو مساء الخير سيدتي، سمعينا غير من التليفون. أني لحظة. مرحبا السلام عليكم خويا تحفة، اسمح لي. مرحبا لاله، مرحبا. تبارك الله على السي حليم. نزيد نعزز الهضره ديالته بالكلمه اللي قلتيها خويا تحفه. دابا هذوك الخونه اللي هما مطبوعين ولا اللي تابعينهم راه ما كنهضروش على المغنيه كما قال لكم الاخ تحفه. بينه وبين الخائن ديال المؤمني انا ما نقولش له اخي، لا يشرفوني واخا كنحترم. ما كرهوش يمحيوك باي طريقه، ما عرفوش كيفاش يديروا لك، حيت عارفين الا حيدوك انت غادي يسهل عليهم شحال من حاجه، رغم هاد التجاوزات اللي كيديروا فيها دابا. بحال هذا اللي دابا داخل المغرب وداير هاد الفضيحه كامله، امتى غيجمعوا علينا؟ اش كيتسناو مازال؟ واش ملاهين كيلاهيو في الشعب به ولا كيفاش؟ ما فهمتش، لان كلشي باين واضح. وكاين حاجه اخرى خويا غنقولها لك تحفه. كنشكر قناه ديال الاخت مدام اللي عنده القناه ديال المواطن، جو كخوا امراه مغربيه حره. عرفتي علاش؟ راها كاينه معاك وعجباتني في واحد التعليق ملي كنتي كتكلم وكتقول انا راني انتقدت المسؤولين وهذا. شوف اش قالت لهم وكنرفع عليها القبعه، لان حنا كنتبعوك مزيان وانا كنتوافق معها. قالت لهم اسمعوا وباعوا. معناه الاخ تحفه ملي تيكون ينتقد ولا كاين علاش. ميم سي شي مره كتكون بحال دابا كيما درتي مع هذا الخائن ولا الاخر، كنتي كتدافع بحرقه على اساس مظلومين. من
ملي اكتشفتي بان ماشي يعني كتكون يعني قالت لهم اسمعوا واعوا، ملي تتكون تنتقد في واحد المسؤول كيكون علاش، ولا توضح لك العكس ولا كتعتذر، وهذا من شي من الرجال. هذه الكلمه اللي قالت عجبتني فيها، وكنحييها على حاجه اخرى لانه وثقات تعاليق اللي بينات فيها اسماء داخلين عند هذاك الخائن اللي سميتو حاجب اللي سميت كنسو، ولكن اخويا راه ماشي دخلوا على اساس راه ضد فيك وصافي. راه داك الشيء راه قلت لك راه كاين من قبل، راه ما بغيتيش تسمع مني خويا تحفه، راه قبل لا تمشي انت لكندا راه طلع واحد عطاك اشاره بان عارف يمكن انت غتمشي وجبت لك الزروالي، واخا قال لك خاصها ديك الطوطوله ما نعرف. كاين شي واحد كيشكر الزروالي وتيبغي هذيك الطوطوله سميتها اللي دراعو اليمين يحيد، وراه زاد عليها دابا حتى حامله الطائرات، كاين واحد حامله الطائرات. لا انا ما تنشوفهمش وحتى داك الشيء اللي تسرب ولا انا كنسمعها منكم، لان ولاو يديروا اللي يديروا راه ما تابعينك اخويا تحفه، حتى شناك بزاف الميزات وعرفناك وفيك شي حوايج يعني يعني كيفاش كنقولوا ميمسي واخا تقول شي حاجه وغلطتي فيها راه ما تكونش مقصوده، وغالبا كتهضر على الحق. راه هذا هو علاش حنا تابعينك بغاو ولا كرهوا، وهما علاش كيديروا في هذا الشيء كامل لان اي بلاصه فيها الحق كيبغيو يطيحوها. وحاجه اخرى غنقول لك اخويا تحفه باش ترد بالك من هذه، كاين واحد السيد ما غاديش نقول سميتو، كان يلا شويه تيهضر معاك شويه بدا تينتقد فيك وهذا، وقالوا لي ما هذا علاش هذا ما مشاش ترمى في الحضن ديالهم، حيت هو ما كانش معاهم في الاول. خاصكم تعرفوا الجمعاوي راه كاين معاه هذوك الناس اللي معاه حاجب، وخاصكم تعرفوا داك النكر اللي في معاه حنايا تنتبعوا شحال من حاجه. انت خويا تحفه ما يمكنش تتبع كل شيء، وملي كنطلعوا عندكم في اللايفات راه كنبهوكم شي حوايج. راه هذوك الناس راه ماشي ترماو دابا في الحضن هاد اليوم هذا، لا راه ديجا راه كاين عندهم راهم من طينه وحده. هادشي اللي بغيت نفهمك اخويا. والرساله اللي تنقول راه واخا ديروا اللي ديروا راه كل واحد فينا راه كيشوف عارف راسو اش كيدير وعارف راسو شكون اللي غيتبع. اما باش ديروا تحفه طريق ديك اللعبه راه حنا عدد تحفه نتوما اصلا نتوما من نفس الطينه. من هنا غنقولها لكم اخويا لا ما نبقاو نضربوا. شكرا سيدتي، شكرا جزيلا. بارك الله فيك سيدتي، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. عندك النمرة ديال هشام الصلحي؟ هشام الصلحي عندك قيدة؟ هشام الصلحي سنتصل بك بعد قليل، بعد هذه المكالمة نعيط لخويا هشام الصلحي. الو مساء الخير. مساء النور سيدي، السلام عليكم. سيدي محمد ملك ما لبس عليك. الله يطول لي عمرك سيدي تحفة. تحية للإخوان والأخوات المتابعين أو بعبارة أصح التحفويون عشاق سي محمد تحفة. تحية من هذا المنبر لسيدي مرايا 24 وللشوك خوك ولا باك الشوك ما متبعوش، ولكن يمكن هكا كنحييكم تحية والله تحية وطنية من القلب لما قمتم به بدك بالعصفورة ديالكم التي أصبحت تحلق فوق طيور الخونة. ورسالة الحويجيب أو حويجيبة وكيكو من هذا المنبر تنقول لكم كولوا زعزع اللي كيوسع هاكم من هذا المنبر هذا، وراه حنا دائما وراء التحفه بغيتو ولا كرهتو ما عمرنا غنتخلاو عليه، لاننا عندنا ثقه بانه وطني حتى النخاع، لانه يحب هذه الارض السعيده، لانها هي الام ديالو، هي الابناء ديالو، هي الروح ديالو. فلا داعي للتشكيك في الوطنيه ديال الاخ تحفه. ما غاديش نطول عليكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيدي الكريم، بارك الله فيك. للتذكير اسمح لي سيدي محمد، نسيت واحد للتذكير زكيكو، راه واحد البطل المغربي راه كيتحداك كون راجل وتبت لينا على انك فعلا بطل عالمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سيدي. وكاين هشام عندك هنايا نعيطوا للسي هشام الصلحي، ناخذوا مكالمه عيط على هشام.
الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. تحيه للجمهور الكريم. اخبارك سيدي؟ الله يبارك فيك. معك الاخ عادل من المانيا. سيدي عادل من المانيا، كيف حالك؟ الحمد لله الله يكبر بك. بعجاله بين قوسين غادي نقول لك واحد مؤخرا في بحر هذا الاسبوع كان وقع واحد الحدث مع الملقب بمحمد حاجب. مؤخرا كان كيصور في جنب الواد واحد الفيديو، وكنت انا والزوجه ديالي تما كنعدي. الو وي سيدي كنسمعك. وفي الباركينغ ديال السيارات انا كنت مع الزوجه ديالي كانت كتصورني وعرفني مغربي، وكان مع الابن ديالو الاكبر كان داز تقريبا وحدانا، وجا قصدني قال لي واش مغربي؟ قال لي علاش كتصور في ولدي؟ المهم السيد غير ساوي وهدني قال لك الا خرجوا شي تسجيلات ديالي وديال الابن ديالي قال لي راه غادي نتابعك قضائيا. فهمت هذا السيد هذا كيهدد الناس بهذه الطريقه وكيقول لك انه كيبغي الشعب المغربي وكيتهجم على الشعب المغربي. انا عرفته غير مؤخرا عرفته من الظهور ديالو. اذا تحياتي لكم وتحيه للجميع. هذا الشيء كان بين قوسين حقارة. شكرا للجميع. حقارة. الطريقه كيهضر بها كيتكلم بها عصبي لواحد الدرجه، يعني ارهابي، كانه كيوقف قدامك رجل ارهابي. انا كان في خلية النشر والقلب. ما فهمتش هذا السيد كيقول لك تحيه للشعب المغربي، عاش الشعب المغربي، ولكن كتعامل مع الاخ ديالك اللي هو مغربي وفي الغربه بهذه الطريقه. يعني السيد منكري غير مع راسو من الاخير. شكرا. ما نطولش عليكم وشكرا. شكرا سيدي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيدي. الو مساء الخير. او مكالمة. الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدتي، كيف حالك؟ كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك. كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله، تفضلي. الحمد لله. بغيت غير نزيد واحد الاضافه من هذا السيد اللي دخل دابا من المانيا. سي نورمال لانه كتكون عندهم واحد الحساسيه، واي حاجه كيشوفوها دابا كيكونوا مرتبكين، كيحسب لهم راه هذا من البوليس ولا هذا تابعهم من هذا، مساكن ما مرتاحينش. مخلوع. يقول لي مالك هذا السيد هذا كان عليه يقول لي مالك مخلوع على الاخ، مالك مخلوع. والله الا جاب الله. والسيد وقف مع مرتو، غادي يجوك مرتوك وغادي يجيك بالبلاك دي ماتريكولاسيون وغادي يجيك بكل شيء. هذا هو التدخل ديالي. الله يعاونكم على هاد الحمله وعلى هاد التوعيه ديال المواطنه، والله يقدرك والله يغلبك على اعدائك. شكرا سيدتي، شكرا. ما السلامة. عندكش التليفون ديال سي هشام الصلحي؟ ما عندناش التليفون ديالك صاحبي. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الخير سيدي تحفه. لاباس عليك سيدي، ايش اخبارك؟ الحمد لله سيدي تحفه. احييك. حتى النخاع، واريد ان تقوم معي بجوله فوق حامله الطائرات.